السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده قدامنا النهارده او طريقتنا النهارده هتبقى اللحمه الستيك، او البفتيك يعني. بس بلاش بفتيك لان البفتيك دايما بيبقى مقلي. المكونات بسيطه جدا لان انا بحب طعم يعني اللحمه نفسها تبان، فما بحبش اغطي عليها بتوابل كتير. فالمكونات عبارة عن بشر بصلة متوسطة مع طماطمية متوسطة، فلفل أسود، ملح، طحنة حبة حبهان مع حبة ورق لوري، بس كده. وهنحط في طاسة على النار، هنحط حبة سمنة كده زي ما انتم شايفين، أو حبة زبدة مع فصين توم مهروسين، بس كده. هنستنى لحد ما السمنه بتاعتنا تسيح، وهنشوح معاها التومه كده لحد ما ريحه التومه كده تطلع، يعني مش هنخلي التومه يعني اللي هو تدبل زي ما بيقولوا او ريحتها تطلع. وبعد كده هننزل بالستيك بتاعنا. مهم جدا يكون الستيك بتاعنا حواليه جزء من الدهون، يعني ليه؟ لان الدهون دي هي اللي هتطريه، زائد الزبدة او السمنة اللي احنا حطيناها، فدي هتديله ايه، يعني هتخليه جوسي اكتر من جوه، مش هتخليه ناشف كده او مش جوسي يعني. بس هنبدأ نحط كل اللي معانا من الستيك بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بجد يا جماعه الدهنه دي لما بتسيح اصلا عايزه اقولك مش بيبقى ليها طعم خالص، يعني الناس مش بتحب الدهون او كده. بس هي بتفرق معاه في ان هو بتخليه جوسي بس مش اكتر. وبعد كده لما تستوي ممكن احنا نتخلى عنها خالص، ونبدا ان احنا نرش البهارات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها دي، نخلطها مع بعض، ونبدا ان احنا نرش على الوش ده منهم كلهم حبة من الملح، على حبة من الفلفل الأسود، على حبة من الهيل أو الحبهان وورق اللوري المطحون، على الوش ده. وبنسيب الجنب التاني اللي هو اللي تحت ده يتحمر خالص، يعني ياخد لون. طب ليه احنا بنحمره هو كده مش هيستوى؟ لا بالعكس، انا لما بحمره من على الجنبين انا بخلي السوائل اللي في اللحمه جوه تحتفظ بقيمتها زي ما هي، بحيث ان هو برضو يكون جوسي، يعني برضو كله في الاخر نتيجة واحدة. مش عايزة اصفي من اللحمة السوائل اللي فيها، بحيث ان هي يعني ما تنشفش، فبحمرها او بشوحها من الجنبين زي ما انتم شايفين كده. اهو بدأ يا دوبك يتشمع، مش ياخد اللون الذهبي، كمان يتشمع او مش يتحمر. وببدأ اقلب على الجنب التاني، واحنا بنقلب على الجنب التاني نفس اللي احنا عملناه على الجنب الاولاني، اللي هو بنرش عليه البهارات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الحبهان والورق اللوري المطحون وفلفل اسود وملح. بس هي دي البهارات بتاعتنا النهارده، مفيش بهارات تانية جديدة. هنبدأ نرش عليهم واحدة واحدة، بحيث ان كله يتشرب من التتبيلة او من البهارات بتاعتنا. يعني هي مش بتبقى طعمها باين خالص، يعني بتبقى طعم اللحمة نفسها باين، فبجد هي بتخلي طعمها حلو قوي. يعني انا بحب الهيل قوي، وبحب الورق لوري، ويعني انا بحب البهارات دي جدا، وخصوصا لما اكون كمان جايباها من بره مصر، فبجد بتبقى حلوة قوي، يعني بتبقى طازج كده. والهيل ده او الحبهان ده بيبقى لونه اخضر وريحته جميلة جميلة، بجد بيبقى تحفة. بس ما علينا بقى، نرجع للاكلة بتاعتنا. هتبدأ ان هي تتشوح من على الجنب التاني كده زي ما انتوا شايفين. هنبدأ ان احنا ننزل، يعني اول ما احس ان هي اتشوحت من الجنب التاني او اتشمعت، بنبدأ ان احنا ننزل بالبصل والطماطم بتاعتنا. في ناس مش بتحب يعني مش بتحب الخطوة دي، بس الخطوة دي بجد جربوها، بتفرق جدا جدا في طعم الاكل، وبتوديه في ناحية تانية خالص، وفي نفس الوقت بتخليها جوسي. عملت جنب الاكلة دي، عملت فاصوليا خضراء، وكانت التوابل بتاعتها ملح وفلفل وبابريكا برضو وطماطم زي ما انتم شايفين، وبصلة مفرومة مع حبة زبدة ومعلقة زيت. بس يعني ما فيهاش حاجة كتيرة، بس انا هعمل لها تركاية هتوديها في حتة تانية خالص بجد، وبتفرق جدا في طعمها، وتخلي طعمها تحفة جدا. بعد ما بنشوح البصلة كده زي ما انتم شايفين، بننزل بالخضار بتاعنا. انا بحب جدا اشوح الخضار مع البصلة. هتقولي بيفرق في الطعم؟ هقولك بيفرق في الطعم. دي للناس اللي بتحب تعمل الاكل وبتحب الاكل، يعني مش عايزين يطبخوا كده وخلاص يطلعوا من المطبخ، لا. لما بيتشوح في الزبدة الحاجات دي بتشرب من طعم البصلة المحمرة مع الزبدة، فبتبقى طعمها حلو.
بنزل عليهم بالتوابل زي ما انتم شايفين كده، وببدا ان انا برضو ايه اقلب برضو كده بحيث ان التوابل نفسها تتحمص او تتعمل مع السمنه كده. بجد وانتي بتعملي الاكل اعمليه بحب، لان بجد فعلا بيفرق والله العظيم. يعني حتى هتلاحظي ان اليوم اللي انتي بتعملي فيه اكل كده وانتي واقفه تعبانه وعايزه تنجزي وكده مش بيبقى طعمه حلو او مش بيبقى طعم زي اليوم اللي انتي واقفه وانتي خلاص ناويه ان انتي تعملي فيه فعلا اكله انتي بتحبيها تخلصي لها. بس حطينا عصير الطماطم زي ما انتم شايفين كده، وحطينا مرقه المرقه الفوريه. التركيبه بقى اللي انا كنت بتكلم عليها ان انا بعمل لها تومه مع كزبره مع زيت مع زبده. ده هتحطيها على ايه؟ ده بحطها وهي بتستوي على الخضار بتاعنا اللي هو الفاصوليا الخضراء. بجد التقليه دي بقى سموها زي ما تسموها تقليه سموها. ايه ده انتي بتعملي تقليه الملوخيه ليها؟ بعملها بجد بتخلي طعمها تحفه يا جماعه والله العظيم جربوها مش هتندموا. زي ما انتم شايفين كده كانت بدأت تغلى، بننزل عليها كده زي ما انتم شايفين. بجد الريحة فظيعة فظيعة جبارة بجد، يعني هي فعلا عايزة تتغرف كده وتتاكل. وطبعا ده الرز بتاعنا، انا قلت لكم قبل كده انا بعمله ازاي بالقشطة. وكانت دي اكلتي النهارده، والطبق يعني في شكله في الاخر في النهائي هو ده. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الوصفه بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تعملوا كمان سبسكرايب. شفتوا اللحمه بقى عامله ازاي؟ يعني شايفه اللحمه وانا بعملها بالمعلقه، هي مش محتاجه بجد سكينه خالص. يعني هي المعلقه كده دخلت فيها خلاص. باي.